اهلا وسهلا احلى متتبعين ديال القناه ديالي، خوتي خواتاتي امهاتي، كل اللي كيشاهد القناه ديالي. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير، ومرحبا بكم معايا مجددا في قناتي وصفات شاديه. اليوم ان شاء الله وصفه جديده وفيديو جديد. اليوم ان شاء الله نشارك معكم واحد الغديوه ديالي، نتمنى تعجبكم تنال الاستحسان ديالكم، اللي هي البرقوق واللحم او اللحم بالبرقوق. نتمنى يعجبكم هذا الفيديو ديال اليوم. ودابا غندوزو للمكونات اللي غنحتاج ليها في الوصفه ديال اليوم. هنايا عندي اللحم كتبقى على الكميه على حساب الافراد ديال العائله ديال كل شخص. كندير اللحم هو الاول في الطنجره كما كتشوفوا. نتمنى تتبعوا معايا الفيديو حتى الاخير. هنا كنزيد القامه كلها، عندي الابزار، كركم، سكينجبير، الملح كما كتشوفوا. عندي شويه ديال المروزيه. كنضيف هاد القامه كلها للحيمات ديالي كما كتشوفوا. غديوه بسيطه حبيت نشاركها معاكم، نتمنى تعجبكم. صافي هنا كنزيد تقريبا شي نص كاس ديال الماء او كاس لاروب هكاك. كنزيدو لهاديك القامه اللي درت ايوا الحيمات باش يلا كتخلط ليا ديك العطريه تشرب ليا في اللحم. كنحاول ندخل هذيك القامه مزيان في الحيمات على الطريقه هكا. كنتمنى اي واحد كيشوف القناه ديالي ما ينساش ليا اشتراك ابوني. الله يجازيكم بخير وكنشكركم بزاف. كنحاول ندخل مزيان داك العطريه، نخلطها مع الماء مزيان في الحيمات. غير كنسالي مباشره كنديرها تشحر. نتمنى تتبعوا معايا الفيديو حتى الاخير وديروا مشاهده كامله للفيديو الى عجبكم بطبيعه الحال. صافي دابا هنايا غنزيد الزيت. انا غنصبي زيت الزيتون هنايا تقريبا غندير شي نص كاس ديال زيت الزيتون. وغنزيد شويه ديال زيت المائده. هنايا عندي الثومه تقريبا 3 فصوص كبار حكيتهم. صافي وغنزيد العطريه الاخرى. هنايا عندي قبيطه ديال القزبر والمعدنوس كما كتشوفوا كنخليها هكا مقبط هكا. وهنايا عندي عودات ديال القرفه وشويه ديال القرنفل تقريبا شي 5 حتى 7 العويدات ديال القرنفل كيعطي واحد النسمه زوينه رائعه في اللحم. صافي دابا كنشحر كلشي مزيان. غنزيد هنا بصله مشلضه تقريبا 2 بصلات كبار مشلضين باش الا كتجينا المريقه خاطر ملي كطيب هذيك البصله مزيان كتخثر ديك المرقه. صافي دابا كنخلي كلشي يتشحر مزيان على خاطره. هنايا عندي البرقوق كما قلت لكم، اللحم والبرقوق راه كتبقى الكميه على حساب الاشخاص. هنايا غنديرو يطيب تا هويا بعد ما غسلته مزيان كما كتشوفوا. هنايا انايا غنزيدو المرقه ديال اللحم. درت لي شويه ديال الماء حتى طاب شويه وغنزيدو هنا دابا المرقه حتى ما غنعسلوش، غنخليه هكا. داكشي اللي غنزيدو المرقه ديال اللحم. اللي بغى يعسل من طبيعه الحال كتزيدوش ليه المرقه، كديروا ليه القرفه والسكر. هاد الطريقه كتجي زوينه
اللي مكيبغيش فيه السكر صافي كنخليه يطيب حتى هو كيجي زوين هكا. ممكن ديروا المريقه من اللحم او ديروا سميتو شويه ديال الماء ومعلقه ديال الزبده صافي. بعد ما خليت اللحم طاب على خاطرو، دابا هذا هو الشكل النهائي. المريقه ديالي طابت كما كتشوفوا، غنحطها معكم. المريقه كتجي خاتره، كتجي زوينه، حتى هذاك القرنفل والقرفه كيعطيو واحد المذاق زوين، وزيت الزيتون. كنتمنى هذا الفيديو ديال اليوم يعجبكم. هذه هي المريقه، وهذا الشكل النهائي ديال المريقه ديالي كما كتشوفوا. شوف كيفاش كيجي البرقوق. حتى الطريقه كيجي زوين. اللي ما كيبغيش كيف ما قلت لكم في السنيده ما يبغيش معسل يدير هاك الطريقه كتجي زوينه. حتى الناس اللي عندهم السكر ما كيبغوش فيه السكر كيديروا هاد الطريقه، اما معلقه ديال من لاصوص ديال اللحم كتزيدوا عليه، وكديروا شويه ديال الزبده والماء كيطيب هكاك كيجي زوين. صافي كتحطهم فوق اللحم من الفوق. كنتمنى هاد الغديوه ديال اليوم حتى هي تعجبكم. رافقت بشويه ديال الدلاع، شويه ديال وكاينه مناضه هنايا. نتمنى هاد الفيديو يعجبكم، غديوه ديال البسطاء. ولا عجبكم الفيديو ما تنساوش تشاركوه كما قلت لكم مع الاهل والاصدقاء ديالكم باش تعم الفائده للجميع. كنتمنى اي واحد كيشوف القناه ديالي اول مره ما ينساش دير اشتراك وابوني وشارك الفيديو مع الاهل والاصدقاء ديالو باش تعم الفائده للجميع، وبهذه الطريقه باش تشجعوني نزيد للقدام ان شاء الله. وكنتمنى النجاح للكل، ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد. السلام عليكم.